انا اتقبلت يا ماما. وانتي يا ليال طمنيني، ان شاء الله تكوني اتقبلتي، ربنا عالم بزنقتك وخنقتك في البنك. وانا كمان اتقبلت. غريبه قوي ان احنا الاتنين مقبولين. الف الف مبروك، اتقبلتوا انتوا الاتنين، الحمد لله يا رب. الله يبارك فيك يا ماما، الحمد لله ان احنا الاتنين اتقبلنا. انا بصراحه كنت خايفه حد فينا يتقبل والتاني لا. ميرسي يا ماما. يا رب وجودنا احنا الاتنين مع بعض ما يعملش مشاكل. مشاكل ايه بس دلوقتي؟ افرحي وما تفكريش في اي حاجه. انا وانتي اتقبلنا في شغل مع بعض. لا ان شاء الله ربنا ما يجيب اي مشاكل في الشغل. ما تتحمسيش قوي كده يا ريتال. هو احنا متفقين جوه عشان نتفق بره؟ في ايه مالك يا ليالي يا حبيبتي؟ انتي مش عاجباني، حاساكي متغيره. بصراحه يا ماما انا مش مرتاحه تماما ان انا موجوده في شغل واختي ريتال معايا فيه. عليها شويه حركات غريبه، طول الوقت رايحه جايه في الشغل بسرعه كانها مهمه. ده غير قعدتها في مكتب المدير. ده غير طبعا كوساي اللي على طول قاعد على مكتبها يوريها الشغل بيتعمل ازاي. كانها عايزه تثبت ان مفيش حد غيرها في الشركه بيشتغل. سيبك منها ولا تحطي في بالك، وخليكي ماسكه بايدك واسنانك في الشغل. خدي بالك العين عليك، انتي اصلا ملفته وكذا حد هيحقد ويغير منك. تخيلي يا ماما ان انا امبارح في الشركه ندهت لها بالراحه، قلت لها ريتال انا هطلع افطر 10 دقايق واتمشى شويه وهرجع، ولو المدير سال عليا اقول له ان انا في الحمام او اي حاجه، وده طبعا طبيعي في اي شغل. تخيلي ترد عليا تقول لي ايه؟ لا انا مش هقدر اعمل كده ولا هقدر اكذب، لان المدير لو عارف ان انتي موجوده وان انا بكذب هخسر شغلي. دي اختي ازاي دي؟ انا نفسي افهم. سيبك منها خالص وخليها تعمل اللي هي عايزاه. هي متخيله ان بعمايلها دي هتاخد مكان المدير مثلا؟ كل شركه بتبقى راسمه من الاول كل موظف اخره هيعلى ويوصل فين، ومحدش بيعدي الليفل اللي محطوط. سيبيها السكينه سرقاها. لا انتي صح معاكي حق، بس الجايات جايه كتير، وطالما هي ما وقفتش جنبي النهارده انا عمري ما هقف جنبها بكره، وهتشوف. معاكي حق، وانا برضو هتكلم معاها. ما نمتيش ليه يا ريتال لغايه دلوقتي؟ لا انا مش هنام دلوقتي خالص يا ماما، لسه بدري، انا عندي شغل قد كده. نفسي اخلصه كله على اكمل وجه، وكمان نفسي اروح للمدير بكره كده اعمل له مفاجاه. بفكر اقترح عليه مشروع يخفض التكاليف جوه الشركه نفسها. مش فاهماكي وتوفري ليه؟ ده على اساس ان التكاليف اللي هتوفريها هتدخل في جيبك انتي؟ ما تركزي في شغلك وفي اللي يخصك بس. يا ماما اي مكان بيحب الافكار دي، بالعكس ده بيبقوا حابين جدا ان حد يقترح عليهم حاجه خصوصا في التكاليف. وبعدين انا بصراحه مش هضيع اي فرصه ان اطور من نفسي، انا نفسي اثبت نفسي قوي هناك. وماله يا حبيبتي، اثبتي نفسك وانجحي ووصلي لاعلى حاجه، كلنا هنفرح لك ونتمنى لك الخير، بس مش على حساب اختك. يعني المفروض اي حاجه تقدري تعمليها عشان تقفي جنب اختك عشان تعلي من شأنها في الشركه تعمليها، وتسنديها وتداري عليها مش تفضحيها. افضح ايه يا ماما؟ المكان اصلا كله كاميرات، وبعدين مفيش حاجه اسمها داري عليا لغايه اما ارجع والكلام ده، كل حاجه بتتعرف. وانا بصراحه رايحه عشان اسعى وانجح واركز في شغلي، مش اخطط واداري واعمل حوارات. ريتال انتي فاهمه وانا فاهمه، ها؟ الو. الو. ايوه يا قصاي. ايوه يا ليال، اخبارك ايه؟ لا انا مش تمام خالص بصراحه. انت اصلك ما تعرفش ريتال اختي دي عندي ايه. دي اغلى واحده في حياتي، او بمعنى اصح انا ما عنديش اغلى منها. مالها ريتال؟ خير في حاجه ولا ايه؟ لا اهدى شويه كده يا قصاي، مفيش حاجه. انت انفعلت قوي كده ليه؟ عموما وقفتك مع ريتال طول الوقت في الشغل وقعدتك على مكتبها لفت النظر قوي ليكوا، والناس كلها في الشركه ابتدت تتكلم. وانا بصراحه ما بحبش حد يجيب سيره اختي، ومش هسمح بحاجه زي دي. اتصوري ان انت عندك حق، وانا فعلا احترمت خوفك عليها، ولازم اوقف الموضوع ده. ما تقلقيش. ميرسي قوي يا قصاي لتفهمك. باي باي. مع السلامه. موقفه غريب قوي، هو ناوي على ايه؟ ريتال انا كنت عايزه اسالك على حاجه. انا لميت الدور الصبح بس عشان خاطر ماما كانت قاعده. في ايه يا ليال مالك؟ هو ايه اللي مخلي قصاي طول الوقت ما وراهوش حاجه غير ان هو لازقلك في الشغل؟ مش انت اللي رايحه الشغل عشان خاطر تنجحي وتثبتي نفسك ومش عايزه مشاكل؟ هو قصاي ولزقته فيك مش هيسوق سمعتك في الشركه؟ سمعه ايه ولزقه ايه بس؟ انت ازاي بتتكلمي كده؟ انا وهو في نفس الديبارتمنت، وهو التيم ليدر بتاعي اصلا. انا مش جايه اجادلك ولا اخد رايك. خدي بالك ان كل الشركه عارفه كويس قوي ان انت اختي، واللي هيتقال عليك هيتقال عليا، وانا مش هسمح بحاجه زي دي. وخدي بالك هو زي ما بيقف عندك وبيلزق فيكي، بيلزق في دي وفي دي وفي دي، ومش سايب واحده في الشركه، ومنهم انا مالي؟ انا ما يعمل اللي هو عايزه، وبعدين انت وقفيه عند حد لو انت شايفه ان في اي تجاوزات. ولو ان انا عن نفسي ما شفتش الكلام ده ولا حصل معايا ولا مع غيري، بس عموما تمام. طيب عموما انا واخده بالي كويس قوي، ومركزه عليكي في الرايحه وفي الجايه، فاحسن لك تمشي عدل. عارفه ليه؟ عشان ممكن ببساطه كل حاجه تتقال لماما، وساعتها شوفي رد فعلها. الو. الو. ايوه يا ريتال. ايوه قصير. معلش انا كنت عايزه اسالك على حاجه.
خير، في حاجه في الشغل؟ في مشكله ولا حاجه؟ لا طبعا، مشكله ايه؟ انا عايزه اقول لك كل اللي في الشركه حبك، وكله بيحلف بشطارتك وباخلاقك وباسلوبك. ده انا اصلا فخور ان انت من طرفي. امال في ايه؟ ما تنجز، قلقتني. مطلوب القبض عليكي. مش فاهمه يا قصاي، مطلوب القبض عليا ازاي؟ الحقيقه ان انا لازم اجيلكوا البيت واقعد مع مامتك ضروري، وبصراحه الجو حر وانا خلقي ضيق، وقررت ان انا اتقدم لك. ما تهزرش بقى يا قصاي، قول في ايه على طول. هو في اللي انا قلته ده، وبعدين انا مش ناقص فرهده. بتحبيها كريمه ولا شوكولاته؟ طيب معلش يا قصاي، ممكن تخليها تشيز كيك؟ كيكه بالجبنه؟ ماشي حاضر. سلام. ماشي، باي. ماما، ده قصاي بيقول لي ان هو عايز يجي هنا البيت، عايز يقعد معاك عشان يتقدم لي. قصاي، قصدك يتقدم ليك انت ولا العيال اختك؟ هو قال لي ان هو عايز يجي يتقدم لي انا. ما هو لسه قافل معايا. ليك انت ازاي ان شاء الله؟ انت عايزه تتجوزي قبل اختك ليالي الكبيره؟ هو الدنيا بقت بالعكس ولا ايه؟ هو انت للدرجه دي انانيه؟ انانيه؟ انا انانيه ليه يا ماما؟ مش فاهمه. عشان ما بتفكريش الا في نفسك. حتى في الجواز داخله سبق، فرضتي نفسك معاها في الشغل ودخلتي في الشغل معاها بالعافيه. بالعافيه؟ بالعافيه ليه يا ماما؟ ليه ما يكونش بمجهودي؟ ليه ما يكونش باي ميزه فيا؟ الغريبه يا ماما ان الناس كلها بتشوف ان انا فيا مميزات كتيره جدا الا انت. مش شايفه ولا ميزه واحده فيا. طالما ان انا مش في نفس جمال اختي ولا شبهك، يبقى انا ما فيش حاجه حلوه. انت يا ماما بتتكسفي تعرفيني على اصحابك، بتتكسفي تاخديني في الخروجات المهمه، بتتكسفي تاخديني في اي حاجه معاكي. ومع ذلك ما زعلتش، فضلت مصره ان انا اطور من نفسي، خدت كورسات وتعلمت لغه وحاولت اشتغل، وحاولت اعمل اي حاجه تخليكي تشوفيني او تحسي ان انا فيا مميزات. حتى يا ماما لما جالي انسان واحد شايف كل مميزاتي وعايز يتقدم لي ويتقرب مني، شفت ان دي انانيه. والغريبه يا ماما ان كل اللي بيشوفني بيحبني وبيحب يتعامل معايا، وبيقول ان انا دم خفيف وروحي حلوه وان انا فيها صفات كتير حلوه. الا انت يا ماما، حبك ليا مشروط بالجمال والمظاهر والشكل. والحقيقه ان انا بشوف ان كل الحاجات دي سطحيه جدا ونسبيه. وانا لو هشتغل على حاجه هشتغل على الحاجات اللي في ايدي، اللي بتطور مني وبتعلم مني وتحبب الناس فيا وتخليني انسانه احسن لنفسي. انا عملت فيكي كل ده، وعلشان ما بقاش انانيه اعتبري ان احنا اصلا ما اتكلمناش في الموضوع. انا مش عارفه انا ايه اللي عملته في اختك ريتال ده. كانت جايه فرحانه وبتقولي ان قصي متقدم لها. قتلت فرحتها ورديت عليها ردود صعبه جدا. انا حاسه ان انا ممكن اكون السبب في ان هي تكره نفسها، وحاسه ان انا ممكن اكون خليتك سطحيه ومغروره، وحاسه ان انا السبب ان انتوا الاتنين بقيتوا تكرهوا بعض وعلى طول مش قابلين كلمه لبعض. وانت جايه تساليني انا يا ماما السؤال ده دلوقتي؟ ماما، ده من وانا صغيره ما بسمعش الا جمله واحده: ليال واخده جمالي. ريتال ما نعرفش طالعه لمين، طالعه لعيله باباها. من ساعه ما وعيت على الدنيا يا ماما وانتي ما بتتكلميش غير قد ايه انا جميله وواخده لون عينك وواخده بياضك وكل حاجه فيا حلوه. كفايه يا ليال، اللي حصل حصل، واللي هقدر اصلحه هصلحه. الو. الو، ايوه يا طنط. ايوه يا قصي يا حبيبي، انا هستناك النهارده ان شاء الله عشان نقعد ونتكلم. اكيد يا طنط هبقى عندك. مع السلامه. النهارده هكلم ابوكي، قالها وروحي راحت ياني، قال لي اخدودك كسفوكي.